منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم تصدرت أخبار عن الهجوم الإلكتروني الأعنف عناوين الصحف ومقدمات نشرات الأخبار في العالم. فبعد تهديدهم الكيان الصهيوني بإزالته عن خارطة الإنترنت، نجح شباب الهاكرز أو ما يطلق عليهم اسم أنونيموس نجحوا باختراق مواقع إلكترونية حساسة تابعة لإسرائيل، وهو الأمر الذي دفع بالكيان الصهيوني بالاعتراف بأنه هذه الحرب هي الأكبر والأعنف التي تشن عليها إلكترونيا. ربا بداح والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الأقرب أنه يكون يعني تونسي الجنسية، الاحتمال الأقوى أنه يكون تونسي الجنسية. طيب شو سوى يعني هذا الهاكر؟ شو سوى بالضبط يعني خلاه يعني يرتفع إلى هذه المراتب العليا؟ طيب البي 13 يعني استطاع أن يخترق النظام الدفاع الجوي الإسرائيلي. كلنا يعني نعرف النظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يعتمد اعتماد كلي على الأقمار الصناعية. وهنا يا عيال تأتي المفاجأة. البي 13 يعني أول هاكر عربي وأول هاكرز في العالم ينجح نجاح كلي في اختراق قمر صناعي عسكري، وليس قمر صناعي عادي، قمر صناعي عسكري. استطاع أن يخترقه البي 13 وفك جميع تشفيراته ومدها للمقاومة المسلحة في غزة. طيب كنا نتذكر شو صار يعني في الأشهر القليلة الماضية في شركة فيسبوك، العطل المفاجئ اللي أصاب الشركة وتسبب في توقف جميع تطبيقاتها في كافة أنحاء العالم. طيب تخيل معي يا عيال مين كان وراء هذه الكارثة يعني اللي حدثت بشركة فيسبوك، وهي الفريدة من نوعها. يعني أول مرة تصير لشركة فيسبوك أن تتوقف تطبيقاتها في كافة جميع أنحاء العالم، يعني 5 أو 6 أو 7 ساعات متواصلة بدون أي عمل. الشركة صرحت وقالت اللي سبب العطل الرئيسي كان هجمات إلكترونية حادة كان مصدرها شمال أفريقيا وبالتحديد من مدينة تونس. وهنا يا عيال المواقع المختصة في الديب ويب رشحت البي 13 كأول هاكر يستطيع أن يوقف جميع تطبيقات فيسبوك ولوحده. يعني تطبيق فيسبوك وتطبيق الماسنجر، تطبيق انستغرام وتطبيق الواتساب. نجح البي 13 أن يخترق الشركة ويتسبب في عطل فني يوقف جميع هذه التطبيقات في كافة أنحاء العالم وبدون أي مقارنة. البي 13 أفضل هاكر عربي وأخطر هاكر عربي، يصنف من أخطر وأقوى 5 هاكرز على مستوى العالم بدون أي نقاش. هذا يعني يا عيال الوحش الأسطوري التونسي البي 13 اللي يطلق عليه لقب الشبح الصامت.